حلقة جديدة من كورس ICDL أو تعليم الكمبيوتر من الصفر، والنهاردة هنكمل شرح باقي برنامج الوورد وهنشرح باقي تابة هوم. يلا بينا نبدأ. شرحنا في الحلقة اللي فاتت التابة الخاصة بالفونت والباراجراف وازاي ان احنا ننسق البيانات بطريقة احترافية. شرحنا كل ده طبعا في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هناخد التابة الخاصة او هنبدأ بالتابة الخاصة بالايديتنج. تعالى كده نعرف اول حاجة في تابة ايديتنج. تعالى نعمل نص عشوائي، هنكتب بيساوي زي ما عملناها في الحلقات اللي قبل كده، وهنبدأ ان احنا نكتب راند ونفتح قوس ونقفله ونضغط على انتر، هيعمل لنا نص عشوائي. طبعا قلنا الكلام ده في الحلقات اللي فاتت ان انت بتعمل نص عشوائي علشان لو انت حابب تجرب حاجة او تشرح حاجة في الوورد. اول اوبشن معانا وهو الريبليس ده معناه ايه؟ هنحكي كده حاجة بسيطة علشان نفهم احنا هنعمل ايه دلوقتي. وليكن مثلا انت كتبت مقال او مثلا مستند كبير وغلطت في حرف معين او في كلمة معينة، بمعنى ان انت مثلا كتبت في المقال ده حرف مكان حرف. مثلا الكلمة معانا بتنتهي بحرف الذال وانت كتبتها بحرف الزين، فانت طبعا علشان لو انت عامل مقال كبير او بحث كبير، فعلشان تغير حاجة زي كده واحدة واحدة فدي لا، مستحيلة طبعا ان انت تعمل حاجة زي كده. ففي اوبشن في الوورد بيخليك ان انت تعمل ريبليس او تبدل حرف بحرف بضغطة واحدة وفي ثانية من غير ما تعمل اي مجهود. احنا هنجربه دلوقتي مع بعض وهنفهم الفكرة. تعالى كده، انا قدامي نص زي ده، هحدد النص كنترول ايه، هيحدد لي النص كله، وهاجي عند الايديتنج اهي وهختار منها ريبليس. هيبدأ يظهر معايا find and replace. اول حاجة بيقول لي انت عايز تغير ايه الحاجة الغلط او ايه الحاجة اللي انت عايز تبدلها. بمعنى انا عندي كلمة ذا في النص مثلا كتير، محتاج ان انا ابدلها باي اسم تاني. خد بالك وانت بتكتب الكلمة دي اعمل مسافة. طب ليه عملت مسافة؟ لان المسافة اللي انت عملتها دي كده هيدور على حرف او على كلمة ذا لوحدها، لان انت ممكن تلاقي جملة مثلا او اي حاجة بتبدأ بنفس الكلمة دي فهيبوظ لك الملف. فلما تعمل مسافة بعيدة كده عن الكلمة كده معناها ان انت دور لي على الكلمة دي بس. انت بقى عايز تبدلها بايه؟ هتقول له ريبليس ايه بقى؟ مثلا هنبدلها باي اسم، وتعالى كده اكتب اسمي علشان تبقى واضحة. هبدلها باسم احمد. لو جيت عند ريبليس دي هنا هيبدأ يبدل لك كلمة كلمة. يعني لو انت عندك 100 كلمة 200 كلمة هيبدأ يعملها لك واحدة واحدة، كل شوية تدوس يبدل لك حاجة، تدوس يبدل لك كلمة. فانا محتاج ان انا ابدل كل الكلام ده كله بضغطة واحدة. فاختار ايه بقى؟ هختار ريبليس اول. تعالى كده ندوس عليها. بص كده، انا دوست عليها قال لي انا غيرت 13 واحدة من ذا لاسمك اللي انت حاطه اللي هو احمد. هقول له يس. تعالى كده ونقول له اوكي ونشوف هو عمل ايه. بص كده معانا، الغي دي. هتبص تلاقي ايه؟ احمد احمد احمد، زي ما احنا شايفين بدلها كلها في ثانية. طبعا لو ما عملناش مسافة هتبص ليه ايه؟ خد معاه نصوص وبهدل الدنيا خالص. فالمسافة دي مهمة جدا لو انت بتارجت كلمة معينة. تعالى بقى نروح على الامر اللي بعد كده، والامر اللي بعد كده وهو فايند زي ما احنا شايفين اللي هي البحث. طبعا في ريبليس اللي هي يبحث ويستبدل، وفي الفايند اللي هي البحث. تعالى كده نضغط على فايند، هيبدأ يفتح لك قائمة في الشمال هنا كده زي ما احنا شايفين. هيقول لك انت عايز تبحث عن ايه، وليكن تعالى نكتب مثلا اسم احمد. زي ما احنا شايفين كده جاب لي اسم احمد. اول حاجة عملها معايا ان هو عمل هايلايت على الاسم اللي متكرر معايا في النص او في الملف، وجاب لي مواضع عملها لي زي فقرات. بص كده، اول اسم فين، تاني اسم فين، هتلاقيه قسمها لك لفقرات بالشكل ده. طبعا الموضوع ده مفيد جدا لو انت هتبحث عن كلمة معينة في بحث او في مقال. لما تيجي مثلا تكتب او تبحث عن تاريخ معين، تكتب التاريخ يجيب لك التاريخ ده اتذكر في انهي قائمة او في انهي نص او في انهي فقرة وتكرر معانا كم مرة. دي الحاجة ان الفايند بتعملها، هيقول لك ان الاسم ده اتكرر معانا كم مرة. زي ما احنا شايفين كده كرر معانا 13 مرة. تعالى كده نضغط فوق يقول لك ان اسم احمد ده 13 مرة. يبقى كده ان هو بيجيب لك هايلايت على الكلام، بيقول لك ان الكلمة دي اتكررت كم مرة وبيقسمها لك لفقرات. تعالى كده خش على الاوبشن اللي بعديه، ولو جينا ان احنا ضغطنا على فايند او السهم الصغير اللي جنب فايند بالشكل ده هيجيب لك ادفانسد فايند.
طب دي بتعمل ايه؟ نفس الفكره. بص تعالى كده عند هنا الاختيار ده اللي هي الهايلايت، لو ضغطت عليه يقول لك انا هعمل لك هايلايت على الاسم، ولو ضغطت كده على كلير هيشيل لك الهايلايت من على الاسم. طيب الاوبشن اللي بعديه اللي هو فايند ان، ايه لازمه فايند ان؟ هنا بيقول لك ايه؟ ماين دوكيمنت، بيقول لك ابحث فين، يعني ابحث في انهي منطقه. طب تعالى كده ان احنا نحدد مثلا القايمه دي مثلا كده اهو بالشكل ده، او الفقره دي، ونيجي نضغط على فايند ان. بص جاب لي ايه؟ جاب لي ايه؟ كارنت سيلكشن. يعني ايه؟ يعني ابحث لي في المنطقه اللي انا عامل لها سيلكت، ان انا محددها بس. اضغط كده ضغطه هيقول لك اهو تمام انا بحثت لك في المكان اللي انت حددت لي عليه. طب تعالى اضغط على السهم تاني وقول له بقى ايه؟ دوكيمنت، هيبحث لك في الملف كله. طبعا فكره بسيطه جدا وسهله. طب ناس كتير تسال تقول لك طب انا ممكن استفاد بايه بحاجه زي كده؟ طبعا غير البحث وغير ان هو بيعمل هايلايت، انت ممكن تعمل حاجه جميله جدا. ممكن ان انت تعمل فايند وتختار دوكيمنت الملف كله، وتبدا تعمل تنسيقات للاسم ده. تعالى كده اعمل هايلايت او اعمل لون مثلا لون احمر. تعالى كده كبره شويه. بص تعالى اعمل بي اللي هو البولد، اعمل مثلا تحتيه خط، تقدر تعمل فيه كل حاجة انت عايزها، تتحكم في تنسيقات وتعمل كل حاجة انت عايزها. فطبعا دي ميزة مهمة جدا وهتحتاجها لو انت بتكتب كتير على الوورد وتعمل تنسيقات لكتب او ملازم او ابحاث. طبعا التبة اللي بعديها اللي هي السلكت دي طبعا ملهاش اي لازمة، هي بتعمل سلكت على الكلام، بتعمل حاجات بسيطة جدا ممكن ان احنا نعملها بكل سهولة من الماوس او كنترول ايه، يعني مش مستاهلة ان احنا نشرحها. طبعا بقى لو جيت بصيت في بقية التبات دي غالبا مش بتبقى متوفرة غير في نسخ معينة اللي هي الحديثة و365 بس، برضو هعرفكم عليها. يعني دول مثلا انت مش هتحتاجهم اصلا، مش هتبقى محتاجهم نهائيا. والمايك ده بقى معناه ايه؟ ان انت ممكن تسجل بصوتك. يعني لو ضغطنا ضغطة كده وجينا عند السيتنج من هنا، تقدر تختار اللغة اللي يتكلم بيها، لغة عربية أو أي لغة أنت عايزها. طبعا ده متوفر في أوفيس 365. ابحث عن البرنامج ده أو عن الإصدار ده، مهم جدا تعرف استخداماته وتعرف إيه اللي هو الفرق بين الإصدارات. الحاجات دي ابحث عنها عشان تعرف. طبعا أنت بتيجي هنا كده عند المايك بتضغط عليه، بيبدأ يكتب الحاجة اللي أنت بتقولها. تعال نمسح كده كل ده ونشوف هيعمل إيه. بص كده نوقف المايك ونمسح كل الكلام ده ونيجي نضغط على المايك، هتبص تلاقيه بيكتب كل الكلام اللي انت هتقوله في المايك. بص كده طبعا لازم تبقى كلامك واضح والدنيا هادية من حواليك علشان ما يلقطش كل الكلام. نمسح كده كل الحاجات دي ونيجي نختار الاوبشنز اللي بعديه. طبعا تعالى نعمل يساوي الاول ونقول له ران زي ما اتعودنا، اقفل قوس افتحه اضغط انتر. ولو جيت عند السهم الصغير ده برضو نفس الكلام، بس بيبقى فيه ايه بقى؟ ان انت تقدر ترفع ملف يبدأ ان هو يقرأه لك، او ان انت بتعمل ستارت ريكوردنج ويبدأ ان هو برضو يسجل. فهي دي زي دي الايديتور دي بقى، دي بيصحح لك الاخطاء اللي موجوده عندك، بمعنى في اخطاء نحويه، في حرف غلط، في مثلا كلمه غلط سواء عربي او انجليزي، بيبدأ ان هو يصحح لك كل الاخطاء تلقائي. طيب اللي بعديها اد انس، دي عامله زي المايكروسوفت ستور او زي ابل ستور او زي جوجل ستور، بيبقى عليها البرامج اللي تقدر تحملها او اوبشنات تقدر تستخدمها زي برامج او تطبيقات على الموبايل. زي مثلا اوتو بايلوت ده انا منزله مثلا من عليها فنزل معايا بالشكل ده، اقدر استخدمه. طبعا عامل زي شات جي بي تي، تقدر تستخدمه تساله مثلا على اي حاجه او تحليل بيانات فبيساعدك فيها. مش بيبقى موجود يعني في البرنامج، انت بتنزله. تعالى بقى ناخد اخر حاجه معانا وهي الستايل ده. انا سبتها في اخر الفيديو علشان برضو الموضوع سهل، مش محتاج ان انا ايه اشرحه كتير، ده عباره عن تنسيقات وحاجات تقدر ان انت تلعب فيها علشان تفهمها. تعالى كده عند الستايل اضغط عليه، بيبدا يجيب لك اشكال تقدر تعمل نص. بص سترونج تلاقيه قوي كده، اللي هو مثلا تعالى اختار مثلا حاجه زي كده تايتل، بيبدا ان هو يكبر لك النص. دي حاجات تقدر تستخدمها. ولكن مثلا تعالى كده اعمل تايتل، يبدأ يكبر لك النص. ممكن تغير ده تخليه مثلا هيدنج مثلا كده او واحد، او مثلا تخليه اي شكل مثلا زي الشكل ده فقرة كده في النص. بتقدر تنسيقات تقدر ان انت ايه تعملها او تجربها. تعالى كده اختار على السهم ده ومثلا تقدر تعمل كرييت ستايل، تقدر تنشئ اسم ستايل باسمك، يعني تعمل حاجة معينة وتكتبها وتبقى تستخدمها في أي مقالات أنت عايزها تلقائي من غير ما تقعد تعملها من أول وجديد. تعال عند السهم تاني ونقول له مثلا كلير فورماتنج،
اضغط عليها كده وحدد النص كله واضغط عليها، هيبدأ يمسح لك كل التنسيقات اللي انت عملتها. وبس كده، هي دي استخداماتها البسيطة. يعني هي مش استخداماتها كتير، او ممكن اصلا ما تستخدمهاش كتير، برضو على حسب شغلك وعلى حسب انت عايز تعمل ايه. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، وزي ما احنا متعودين لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، واشوفكوا الفيديو الجاي.